معايا حماده من اسكندريه. ازيك يا حماده؟ يا كابتن خالد محمد من اسكندريه مع حضرتك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل يا محمد. طبعا انا بحيي عمر، بيتكلم بشكل راقي جدا. يعني يمكن اول مره اتعرف عليه، شفت البرنامج عندك صحفي محترم جدا. الله يخليك. وعجبني كلامه بمنطقيه وهدوء جدا جدا، يعني بحييه على وجهه مشرفه جدا للصحفي الاهلاوي. الله يكرمك. وبحيي طبعا الضيف اللي مع حضرتك طبعا بيمثل النادي كمان. شكرا. تمام يا حبيبي اتفضل. بس يا كابتن، بالنسبه لقصه نادي القرن، هي فعلا قتلت بحثا. يعني في 11 ديسمبر سنه 2000 مثلا تم اختيار ريال مدريد نادي القرن. ازاي يا كابتن؟ بنتيجه تصويت المشتركين في مجله الفيفا. تمام. اللي ريال جه المركز الاول ب 42 و35%، وفي القرن العشرين ريال كان واخد 12 بطوله. اما الميلان كان رصيده 13 بطوله، بس ما اخدش يا كابتن نادي القرن، لا ده جه في المركز التاسع في التصويت بنسبه 1.53%. ما سمعناش طبعا حد من ريال لسه من الميلان دلوقتي بيقول انا نادي القرن الحقيقي والكلام ده. طبعا يا كابتن احنا بنغفل حاجه مهمه جدا، هي معياريه الاختيار. تمام. في افريقيا معياريه الاختيار كانت ايه؟ مش قصه طبعا فكره ان انا اقول هي التسعه اكبر ولا السبعه، هو الورد احسن ولا الفل، لا التمر حنه. طبعا الكلام ده اللي بيقوله بيتغاضى عن معياريه الاختيار. انا عشان انا بس يا حماده عايز اقول لك حاجه، في فرق بين نقول الورد احلى ولا الفله، وفي فرق بين 9 بطولات و7، يعني في فرق. ما انت ما تقارنش الفل والورد، يعني واحد بيحب الفل وواحد بيحب الورد. لا هو التسعه اكبر ولا السبعه؟ حماده يعني 9 و7 دي، يعني قول 7 و7 مثلا، 7 و7 مثلا. حماده بعد اذنك يا كابتن خالد. استنى، لا خليه يكمل يا ماهر وهرجع لك. اتفضل. هقول لك انا اتفضل. الفكره بتاعت ليه التسعه مش السبعه. احنا بنتكلم ان معيار الاختيار في الكاف كان التصنيف التراكمي. التصنيف التراكمي ده بيتم احتسابه عن طريق احتساب عدد النقاط. كان طبعا ده منشور في جريده الاهرام سنه 94 ان الاتحاد الافريقي اعلن ان دي هتكون طريقه الاختيار. لازم نعرف ان الزمالك وقتها كان 5 بطولات والاهلي كان 7 بطولات. الاهلي وقتها كان 32 نقطه، وكوتوكو كان الثاني كان كوتوكو في المركز الثاني، وكانوا نياوندي في المركز الثالث. كان الزمالك في المركز الثالث. طبيعي لو انا بتكلم عن مؤامره سنه 94 اكيد مش هتكلم ان المؤامره كانت على الزمالك اللي في المركز السادس. انا اكيد بتكلم على ان المؤامره على كوتوكو، ولو الزمالك كان هيحتج وقتها مش هيحتج عن الاهلي، هيحتج ان على كوتوكو، لان كوتوكو وقتها كان اقل بطولات من الزمالك ومع ذلك سبقوا في التصنيف نتيجه نظام التصنيف التراكمي لاحتساب عدد النقاط. فوقتها كان الطبيعي ان الزمالك يكون عنده مشكله، لو مشكله من 94 يبقى مش مع الاهلي خالص. هو هيجي يقف هنا يا كاف، انا بقول لك انت نظام التصنيف التراكمي بتاعك انا مش مقتنع. طب حماده بص، احنا خلاص يعني قتل بحثا، والاهلي نادي القرن باعتراف الاتحاد الافريقي. لكن عايز اسالك سؤال انت بقى، اسالك سؤال انت. طب اكمل بس يا كابتن. طب اسالك سؤال انت، والله خلاص انا اصل قتلت بحثا دي، وهنقعد انت تخش وانا اقول لك وانت ترد وماهر يرد. عايز اسالك سؤال بس، اسالك سؤال واحد واخليك تكمل والله. اتفضل مفيش مشكله. انت كحماده بقى الاهلاوي. انا كحماده حماده الاهلاوي مقتنع بالمعايير اللي اتحطت؟ يا كابتن، مش قصه مقتنع بالمعايير، مقتنع بالمعايير في وفق ملابساتها وقتها. يعني انا بتكلم بطوله السوبر الافريقي زي دوري ابطال افريقيا وقتها. لو هتقول لي دلوقتي لا. الدليل على كده ان الكاف دلوقتي عدل بطوله دوري ابطال افريقيا، خلاها اعلى نقطه من السوبر، قصدي من الكونفدراليه، انا اسف. ليه؟ لان دلوقتي البطوله بقت بتؤهل لكاس العالم للانديه، بقت جوائز. طب هسالك سؤال تاني لذيذ مختلفه تماما عن انت مش سهل يا حماده، انت يا حماده مش سهل. هسالك سؤال لذيذ. اتفضل. وقتها الافرو اسيوي ما اتحسبش ولا نقطه. تمام. وقت دلوقتي الافرو اسيوي اتحسب بطوله. لا دلوقتي الافرو اسيوي بيتحسب في نادي القرن، مفيش افرو اسيوي. لا في الاكثر تتويجا. لا هو بص حضرتك، دي برضه مغالطه منطقيه. حضرتك بتصبغ قاعده منطقيه تجيبها على حاجه مختلفه تماما. اقول لحضرتك بمعنى ايه؟ الافرو اسيوي في افريقيا كانت بطوله مش دائمه، يعني مش بتتعمل كل سنه، اتعملت في فترات واتلغت في فترات ثانيه. وجت بعد كده مره اتعملت بنظام المباراتين ذهاب وعوده، ومره اتعملت من مباراه واحده. فازاي انا هدي نقط لفريق بحيث هو خد البطوله في مره طب والاكثر تتويجا دلوقتي بقت دائمه؟ طب ثانيه واحده بس يا كابتن، انا بسالك دلوقتي بقت دائمه يعني؟ طب اكمل وجهه نظري واقول لحضرتك الاكثر تتويجا. انت ماشي يلا اتفضل. جيت بعد كده انا في فريق خد دوري ابطال افريقيا بس ما لعبش مع اسيا، اشمعنى الفريق ده ما خدش نقطه والفريق الثاني خد نقطه؟ لان البطوله ما بقتش موجوده، فطبيعي اني اسقطها من معايير اختياري تماما. دي حاجه. بالنسبه للاكثر تتويجا يا كابتن، انا بتكلم على هنا بطوله قاريه، مش مرتبطه بحساب بطوله داخل افريقيا. انا ما بتكلمش هنا. سلام يا ابو حماده، يا سلام يا سلام يا ابو حماده.
انت يا كابتن مش مقتنع، دي حاجه ثانيه. بس انا بقى عايزك في حاجه مهمه. انت يا كابتن بتقول الموضوع قتل بحثا، تمام. طب ما احنا بما انه قتل بحثا حضرتك بتصيروا في حلقاتك دايما، طب ما نخلينا بقى في القرن الجديد يا كابتن اللي انتوا تقريبا ناسيينه خالص. احنا دلوقتي عشان تشوف الفرق بين الاهلي والزمالك حاليا في النقاط في القرن الجديد، انت محتاجين يا كابتن الزملكاويه يقف على الكوره زي رمضان صبحي عشان يقدروا يشوفوا الفرق في عدد النقاط، لان كده الفرق زاد جدا. فحضرتك ركزوا في القرن الجديد ونبدا. طيب هسألك سؤال يا حماده. اتفضل. انت بتتكلم بالمنطق صح؟ انا ما بدعيش ان انا بحتكر المنطق، هو حضرتك انا بعرض وجهه لا انت قلت المنطق في احتساب النقاط والحاجات دي. معياريه حساب النقاط، تمام. معايير بالمنطق صح؟ من وجهه نظري برضه عشان ما. طب انت محايد ولا منحاز؟ لا اهلاوي. انا محايد. بص يا كابتن، هو احنا عندنا مشكله برضه في التعريف. محايد ده يعني لا يتبنى وجهات نظر، يعني شخص بره. انا صحيح، انا موافقك يا حماده والله. انما انا مش انا يا كابتن مش محايد، انا منتمي، ولكن منتمي بموضوعيه. ده فرق كبير قوي بين الحياد والانتماء بموضوعيه. حماده انت كام سنه حماده؟ انا كابتن عندي 27 سنه، بس عايز في نقطه مهمه جدا. انا عايز بس عشان مره تبقى ضيفي هنا ان شاء الله في فقره. مفيش مشكله يا كابتن، اهلاوي وزملكاوي لازم اتكلم فيها، حاجه تشرفني، بس نقطه لازم اتكلم فيها ضروري. معلش انا اسف. اتفضل. بص يا كابتن، انا هتغاضى عن فكره ان كابتن عادل هيكل وهو رمز للاهلي مهما قال، هو شخص بيبلغ من العمر 81 سنه. تمام. مر بمشاكل وظروف صحيه، الاهلاويه القريبين من الظروف عارفين هو مر بايه على مدار السنوات الاخيره، ونسال الله يعني ان هو يعافيه. وهسلم مع البعض جدا لان كابتن من الاهلي دفع رشوه عشان يفوز على الترسانه في نهائي كاس مصر 66. طب بنفس المنطق ده ما ينفعش اقتطع اجزاء من تصريحات الكابتن عادل هيكل في نفس الحوار وتغاضى عن اجزاء ثانيه على طريقه لا تقربوا الصلاه. الكابتن عادل هيكل في نفس الحوار قال ايه بقى؟ قال ذكر ان المثير عبد الحكيم عامر من خلال امر ليه الضدو يفوت هدف للزمالك في نهائي الكاس، والمشير عبد الحكيم عامر كان موجود لاجراء القرعه لتحديد الفائز، واللي حصل ان هو كتب الورقتين في القرعه باسم الزمالك وفقا لشهاده كابتن نجيب المستكاوي اللي اشار اليها الكابتن عادل حيدر. يعني لو هقتطع من الحوار جزء ان هو اسقطنا ان فكره تعميم ان الاهلي بياخد بطولات بالرشاوي وفقا للحوار ده، يبقى لازم بنفس الموضوعيه اقول ان احنا كمان الزمالك بياخد بطولاته. طب بس اديك حته بس عشان تعرف تفرق. اتفضل. البطوله اللي بيتكلم عليها كابتن عادل هيكل مناصفه، كانت مناصفه كاس مصر مناصفه. كل واحد بياخدها فريق هياخده 6 شهور وفريق هياخده 6 شهور، فكان بيعملوا قرعه مين اللي ياخدوا 6 شهور الاولانيين ومين ياخدوا 6 شهور التانيين. يعني فالكابتن عادل قال ان قال كده، ما قالش حصل. قال شكينا ان في ورقتين ممكن يكون مكتوب فيهم الزمالك عشان ياخد هو ال6 شهور الاولانيين وبعد 6 شهور بيروح للاهلي. مختلف مع حضرتك خالص، انا مش ما بقولش كلام حضرتك غلط. انا ايوه، ما دي يعني دي بطوله كده بالنص يعني. نأوله كدليل ان هو في تواطؤ او حد عمل قرعه موجهه بالورقتين. انا ضد. طب تفتكر كابتن عادل هيقول بالاسامي باللعيبه اللي جابت الجون بالتواريخ بالحاجات دي زهايمر مثلا او ولا؟ لا يا كابتن، انا ما اقدرش برضه اتجاوز في حق رمز من رموز النادي الاهلي مهما قال واقول كلمه زهايمر او كده، ولكن انا بقول لحضرتك ان طبيعي ممكن الامور بتلتبس. وعايز اقول حاجه بنفس المنطق ده. كابتن فاروق جعفر ذكر نصا قبل كده ان في موسم 78 في الدوري المصري رئيس الوزراء ممدوح سالم دخل للاعبي الاهلي والزمالك غرفه خلع الملابس قبل الماتش وطلب منهم ان لازم المباراه تنتهي بالتعادل منعا لحدوث اي مشاكل، وفعلا المباراه خلصت 0-0. الغريبه كابتن بقى ان الموسم ده ايه؟ الاهلي خسر فيه الدوري بفارق هدف عن الزمالك بعد ما الفريقين كانوا متساويين في النقاط. الاغرب بقى ان الهدف ده كان اعتباري لان مباراه الزمالك والمحله كان كسبان 1-0. الكلام ده مش مظبوط. لا الكلام ده مش مظبوط. لا ارجع. لا حماده معلش انا هقول لك حاجه بعد اذنك، ثواني بعد اذنك. 78 الهدف الاعتباري اللي بتقول عليه اتحسب الاهلي والمحله 4-0 والزمالك والاسماعيلي 3-0 والحكم لغى جون لعلي خليل من بره منطقه الجزاء. كان الحكم اسمه احمد بلال، عشان تبقى بس عارف ان 78 الاهلي 78 الاهلي بطل الدوري مش الزمالك بطل الدوري. لا راجع تاريخ كويس، معلش راجع تاريخ كويس. خلاص حماده لا راجع تاريخ كويس. الاهلي 78 اخر الدوري بدون اعتباري. كنتوا بتحتفل بالفوز الاهلي على الزمالك 6-1 صح؟ اكيد يا كابتن طبعا. طب في التاريخ انت قارئ للتاريخ جيد، الزمالك كسب الاهلي 6 ولا لا؟ الاهلي خسر ايه؟ الزمالك كسب الاهلي 6 في حاجه 40 ولا لا؟ كسب الاهلي 6 ده زي ما الاهلي كسب 4 بس يا كابتن احنا من كتر ما بنكسب ما بنعرفش نعد بقى. ماشي يا حماد، باي باي يا حماد.